بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى وصحبه. السيد الرئيس، سيدات السادة الوزراء، سيد السادة النواب. أولا نحن سعداء بهذا اللقاء السيد الرئيس، وكنتمناو كل شهر يكون كما تفضلوا الإخوان. أنا غنبدا السيد الرئيس بأمر اللي بديتي به، هو التوجيهات ديال جلالة الملك، حيث قلتم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك وحددتوا 4 الأولويات: تعميم الحماية الاجتماعية، تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، تعزيز الاستثمار العمومي، تحفيز الاستثمار الخاص، الحفاظ على توازن المالية العمومي. هذا الشيء ما كاينش السيد الرئيس لا في المبادئ الموجهة للبرنامج ديالكم ولا في المحاور الاستراتيجية. ولكن خليني نقول لكم كبر من هذا الشيء الذي قدم في 18 أكتوبر أمام جلالة الملك، واللي ما كانش حتى الوزيرة ملي قدمته هنا وقدمته في اللجنة كيختلف عما قدم أمام جلالة الملك. السيدة الوزيرة في واحد الوقت حدثات العدالة المجالية، وفي التدخل في اللجنه قاتنا مواجهه اشكاليه تدبير الموارد المائيه، وانتم جبتوا لنا القدره الشرائيه اللي تقدم امام جلاله الملك، وترخيص ركائز الدوله الاجتماعيه، انعاش الاقتصاد الوطني، تكريس العداله المجاليه، استعاده الهوامش الماليه. انا بغيت نعرف اذا شنو هذا. انا ما غنسميهش تصوير، ولكن بغينا جواب. واش غنكذبوا على جلاله الملك حتى هو؟ ثانيا، حنا في واحد الوضعيه كلشي كيعرف، حنا في ازمه كبيره جدا. هذه الازمه العنوان ديالها أن المغاربة قاطبة هم تحت ثقل التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغلاء المعيشة من جهة، وعجز الحكومة بل وفشلها في معالجتها. ما كتواصلوا، دابا الآن حنا ما كتواصلوا، ما كتقدموا حلول. سمحوا لي السيد الوزير، وغادي نكون معكم السيد الرئيس، نكون معكم أكثر وضوحا. فيما يتعلق بالاستثمار، نسجل ارتفع من 245 ل 300 مليار ديال الدرهم. مزيان، قولوا لنا 55 مليار منين جبتوها؟ استدانه من الخارج. كتقولوا هناك كتقولوا بانكم غتبقاو في الاستدانه، ولكن 20 مليار 50% زدتوها من اجل الخارج. ولكن هذا مهم جدا. لكن جلاله الملك دار 2 الخطابات كيتكلم على العراقيل. قرينا من الاول حتى الاخر جميع الوثائق ما فيها حتى شي حاجه جبتوها كتحاربوا بها العراقيل. بالعكس، اللي لقينا هو ما يلي السيد الرئيس، هو ما يلي: تعطيل من طرفكم شخصيا، تعطيل مؤسسات تحفيز الاستثمار، تعطيل اللجنه الوزاريه لقياده اصلاح الجهويه، المراكز الجهويه والاستثمار، واللي كاينه في القانون وكاينه في الماده 40 وكاينه في المرسوم 7، واللي خصها اجتمعتوا في 30 ابريل باش بعثتوا يعني بديتوا في الطعون في ابريل ديال التقييم السنوي، ما عقدتوهاش. تعطيل اللجنه الوزاريه لا تمركز اداري اللي خصها تنعقد كل 3 اشهر خلال سنه، ما عقدتوهاش. تعطيل لجنه اليقظه اللي كانت في 2008 وكانت في 2020، ما عقدتوهاش. دابا بالرغم من الضبابيه. خلاص ما نتكلموش على لجنه مناخ الاعمال وعلى تدارك الفساد، هادشي كله ما تكلمتوش عليه. اليوم كنتكلموا السيد الرئيس على الضرائب، وقلتوا بانهم بعض الشركات رفعتوا لها اللي كتربح اكثر من 100 مليون ديال الدرهم. الشركه ديال المحروقات تقرير مجلس المنافسه كيقول 4 شركات في وضعيه احتكار وتركيز عاليه، 68 في السوق، 61 في التخزين، حققت مستوى مرتفع من هوامش الربح 33 مليار من 2018 2021، اما من التحرير 50 مليار. وقال مجلس المنافسه كيخص يكون هناك اقرار ضريبه استثنائيه، ما لقيناش في قانون الماليه. بل اكثر من ذلك، طبقا لقانون الاطار ديال الاصلاح الجبائي الماده 4 الفقره الثالثه كتقول بانه خصو يكونوا ضمن مؤسسات الائتمان اللي عندهم 40%، انتم زدتهم 4%، في حين المؤسسات الفندقيه وغيرها دازت من 10 ل 30، من 10 ل 35. فلذلك السيد الرئيس سمحوا لنا هذا الشيء غير فيما يتعلق بهذا الشيء اللي قدمته البرنامج الحكومي. اين هو مدخل الكرامه؟ ياك حنا دابا في الفصل الرابع، قلت تعطيو 400 درهم. فين هي؟ انا ما كايناش حتى الاساس القانوني ديالها. اين هو التعويضات العائليه اللي قلتوا في الفصل الرابع غتبدا ب 300 درهم؟ اين هي؟ كنتكلموا على فرصه واوراش. اسمح لي نقول لكم السيد الرئيس، اوراش قنبله موقوته احذركم منها من الان، لانه هذو الناس كيخدموا ومن بعد غيجيو يطلبوا بالترسيم. وكذلك شنو حققتوا منها؟ 250,000 83,000. فيما يتعلق فرصه قتلات انطلاقه، شحال تحققت؟ 18 اللي تقدموا، 1000 اللي خداو الدفعه الاولى. هذه هي النتيجه. المقاص الامازيغيه السيد الرئيس، سمحوا لنا، الامازيغ كتكلموا على مليار ديال الدرهم. تكلمتوا على صندوق خاص، واذا به جينا في الماده 18 في 2022 ودرناه مع تحديث الاداره، وجينا تحديث الاداره هي السيد الوزيره كتكلم على تحديث الاداره مليار. الصندوق شحال فيه؟ مليار و179 الف مليون درهم، وهي اللي كانت العام فايت وهي اللي كاين هذا العام. اين هي 200 مليون ديال الدرهم ديال 2022؟ اين هي 300 مليون ديال اللي قلتوا في 2023؟ ما نضحكوش على المغاربه، نقول لهم شنو كاين. الحمايه الاجتماعيه تكلمتوا عليها السيد الرئيس، يعني بواحد، خليني نقول لكم فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي. اليوم هادو اللي كيعرفوا يطالبوا براسهم عطيتوهم،
ولكن المغاربه الاخرين ما عطيتوهم والو، ما عطيتوش الجيش، ما عطيتوش الامن، ما عطيتوش القوات المساعده، ما عطيتوش هادو اللي كاينه في السكنات، بل الشعب 30 مليون مغربي ما عطيتوه حتى شي حاجه. شنو كتنتظروا منه؟ يخرج؟ ما خرجوا الفلاحه، ما درتوا معاهم والو، بل انكم ما اعتبرتوهمش من الفلاحه. ولذلك هذا ناقص خطر السيد الرئيس، ادعوكم لمراجعه البرنامج الحكومي لمواجهه هذه التحديات. وشكرا. السيد الرئيس.